انت سافرت ورديت اعتبار اخوك، لكن هل هترد اعتبار الراجل الطيب وبنته؟ حمدي ان المفروض لسه ما فاقش من سبوع مسك بنته، لسه مخلصه. في نفس الفترة طقت في دماغه وقال اسافر على اخويا وصالحه. ما هو على حسب كلام حمدي بيعمل الحاجة في التوقيت اللي هو عايزه، وفي الزمن اللي هو عايزه، وفي المكان اللي هو عايزه. ما هو لو هو عايز يطير في الجو ويتشقلب هيعملها، طالما هو الحاجة اللي عايزها بيعملها. والله العظيم بنتمنى ومن كل قلوبنا ان موضوع الصلح اللي حصل ما يكونش من وراه اهداف تانية، ويكون هدف الصلح حب الاخوات لبعض فقط لوجه الله، محبة خالصة لوجه الله، مش صلح وراه أهداف تانية بتسعوا ليها. طبعا كلنا شفنا حمدي وكان مع المتابعين خطوة بخطوة وبينزل ريلز على الانستجرام ومعاهم في كل لحظة. وناخد بالنا برضو من الصورة اللي حطها بتاع مستشفى الأمراض العقلية أو المجانين. يا ترى حمدي كان قصده ايه من الصورة اللي حطها على الانستجرام؟ كان قصده ايه، ولا ايه الرسالة، ولا ايه الهدف اللي هو حطه من وراه الصورة دي؟ وفي نفس التوقيت طلعت في دماغه ان هو عايز يسافر لاخوه الامارات عشان يصالحه. وحسسنا حمدي في كل ريلز كان بينزلها ان هو رايح مهمة في تل ابيب، مهمة، وباسلوب غريب، كلامه كان باسلوب غريب. وحصل كذا موقف منه. هكلمكوا على حتة جواز السفر بتاع تركيا لما رفعوا كده بكل فخر وكل عزة، وأكنها دولته اللي ولد فيها واللي عاش فيها، واللي أصل الخير اللي هو فيه ده كله كان بسببها، واللي اتنكر منها وقال لأخوه محمد إن هو أنا قدك وقد بلدك البلد اللي انت طلعت فيها وتربيت فيها، وسبب الشهرة قبل ما تروح لأي دولة تانية، سبب الشهرة اللي انت موجود فيها حاليا، اتشهرت من مصر هي اللي شهرتك قبل سفرك للإمارات. وتحية كبيرة لأهل الإمارات، وتحية كبيرة لأهل تركيا، وتحية لكل دول العالم العربي. اي نعم تركيا دولة علمانية، لكن احنا عارفين ان هي دولة اسلامية بتمارس فيها الحقوق الاسلامية، ناهيك بقى عن اللي بيحصل بين السطور. فما تطلعش تتنكر عن بلدك، مصر هي سبب شهرتك الاولى. فما تطلعش تفتخر ان تركيا هي الاساس وهي اللي شهرتك، لا، ولا اي دولة تانية، مع احترامي لأي دولة، لكن هتروح تيجي ترجع. مصر هي اللي شهرتك، مصر ليها خير كبير عليك، واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في اي حد. فالاولى انك تفتخر ببلدك، البلد اللي انت طلعت منها وتربيت فيها. وبعدين طالع تهدد في القنوات، انا ما كنتش فايق لكم، انا هفوق لكم، انتوا عارفين كويس انا بعمل ايه. صح، الناس فعلا كلها حافظة الارشيف بتاعكم وعارفين انت بتعمل ايه في القنوات، وبدوسة زرار منك بتطيرها. احنا عارفين الكلام ده كويس، بس اللي بيرزقك هو اللي بيرزقنا، ربنا اسمه الرزاق. والحمد لله ان ربنا ما جعلش الرزق في ايد عباده. كانوا طغوا عشان عارف ان هم هيطغوا وهيكبروا وهيتنكروا. في حاجة غريبة انا مش فاهماها، هل الصلح ده خالص من قلوبكم ولوجه الله؟
طبعا احنا ما قلناش ان احنا نتدخل في النوايا دي بتاعت ربنا، بس هل من السهل يا محمد ان انت تقبل بمنتهى السهولة بعد اللي حصل ده كله؟ فين رد اعتبار مراتك؟ فين رد اعتبار حماك اللي بكل سهولة سامحك على اللي عملته في بنتهم؟ انا كنت معاك ومع آلاء قلبا وقالبا وما زلت، انا مع الحق، اللي مع الحق كسبان. لكن هل قبولك للصلح بمنتهى السهولة ده نسميه ايه؟ هل لما حد يأذيني وأذية بالغة وأذية عميقة، أنا عارفة إن هو أخوك ومن دمك ولحمك وكل حاجة، بس هل بعد كل اللي حصل والتلقيحات والحاجات الغريبة اللي احنا شفناها كانت الدنيا مقلوبة، كان من المفروض تحط شروط للصلح؟ أخوك ولحمك ودمك وكل حاجة، بس زوجتك ليها رد اعتبار، لأن زوجتك من كرامتك، لو اتهانت يبقى خلاص انت اتهنت. لازم يا محمد كنت تفكر، أخوك وكل حاجة، بس كرامة كرامة، انتوا اتصالحتوا وربنا يا رب يجمعكوا دنيا وآخرة مع بعض ويحبب فيكوا خلقه، لكن زوجتك ليها حق عليك وحماك ليه حق عليك. الراجل الطيب اللي سامحك من قلبه بكل سهولة قالك أنا مسامحك يا محمد على اللي عملته في بنتي، الراجل سامح، يبقى انت لازم ما تستهونش برد اعتباره وبرد حقه هو وبنته. ده اخوك من لحمك ودمك، ودي عرضك وشرفك واللي شايله اسمك واللي صيناك وام اولادك، فلازم ترد اعتبارها من حمدي اللي ما اعتقدش انه ممكن يعمل النقطة دي، ان هو يعتذر لآلاء او يعتذر لابو آلاء. الايام هنشوف الايام الجاية هيحصل ايه، يعني زي ما بيقولوا كده الايام بيننا. ربنا يهديكم ويصلح من انفسكم ومن انفسنا ويهدينا جميعا، وترجع العلاقات احسن من الاول بكتير، انت ومحمود وكل العيلة باكملها تجتمع على حب بعض. الشهرة مش كل حاجة والفلوس مش كل حاجة، او مش هتوصلك لحاجة انت نفسك توصل لها او راحة البال. تطلعي الاسرار على العلن مش هيوصلكوا للحاجة اللي انتوا نفسكوا فيها. افشاء اسرار بيوتكم برضو مش هتوصلكم لدرجة الاكتفاء الذاتي. ربنا يصلح الحال ويصلح الاحوال ويصلحكم ويصلح ذات بينكم.